ثواني. هو انت فاكر لما تطلع على الشجره انا مش عارف اوصل لك؟ يا عم انا احنا الاثنين استنى وحلها بالعقل. خلينا نتكلم باسلوب حضاري شويه. احنا في 2024 ليه ما نعيش في سلام زي مدينه زفوديا؟ هو احنا لسه هنتكلم؟ ده انا هعمل من فروك جوانتات للشتاء الجاي. بس امسكك بس، هي دي عينه يعني لو عجبتني تجيب لي منها جزازه يعني مثلا ولا حد وانت جاي شحتهم لك؟ يا ده احترم نفسك يا ده هعورك يا الله هعورك يا تقول يا ده شوالك وشك يا صدر هينفذ يا الله هخرم لك وشك طيب سعادتك. لكل البنات الحلوه ممكن تعمل لهم طبعا حبايبي. تمام زي ما اتفقنا، هتطلع تجري وما تبصش وراك لحد ما توصل مكان اسمه ملجأ، هتلاقي كل حاجه نفسك فيها. انت جدع قوي يا رجب، زميلك ده هيفضل جيم في رقبتي طول العمر. على ايه ما تقولش كده؟ العالم الخارجي ده مكان يهب، لازم تروح تشوف. يا ده انا مش عايزك تزعل مني، انت حد جميل، بس البيت ده مش هيسعنا احنا الاتنين، كان لازم نتغدى بيك قبل ما نتعشى بيا، ولازم تفهم مش مساله شخصيه، هي التبع الام اللي علمانا كده، وان شاء الله تلاقي حد يتبناك من القطب الشمالي وتكون في وسط بيتك واهلك هناك، وخصوصا دلوقتي نزلوا الجريد ياخدوك بقى تطلع تلعب في التلج، تشارك في سباق جري ذريتها على الطريق، وتعمل كل الانشطه العبيطه دي. صدقني انجلترا وحشه، اول ما ترجع من الشغل هديها بنيه عشان اخرت عليا، وبنيه تانية عشان كدبت عليا وجايت لي انا نازل اشتري حاجه وهي رايحه الشغل، وبنيه تالتة عشان صدور الرمله ما تنضفش، وبنيه رابعه عشان قاعد على بطني لحم من الصبح، هفضل اراهن عليها بالضربات السريعه لحد ما تفقد الوعي وتاخد اجهزه مرضيه. يا جدع انت عايز اطفح. مفيش اكل يا قور. وحياة امك. طيب خد. اخ يا عينيا. يلا في داهيه. طب هي هتفضل تصورينا كده كتير؟ احنا عندي مخططات صفقة معصفرة بتزعجني الصبح ومش فاضي الحوارات دي، وبعدين يا ما تقوم تفز خلال تصورنا ونخلص. لو سمحت حضرتك انت المضيف على الطيار. طب انت اللي بداية تقدمي وجبات. طب حساب الامان بتاعي ضيق، انا كده ممكن اكون في خطر لو الطيارة وقعت. طب وانا لو دخلت الحمام وشديت السيفون هشفت فعلا؟ خلاص لما كانت كل حاجة هتظبط وحياتها تبقى مستقرة. انت بتقول عايزة تطلق ابراهيم، ولما رفضت فرعتني وحكمت المحكمة تاخد العيال والشقة وسابوني مرمينا في مجف في القطط. ايه لو سمحت ممكن تعالي دورك التشغيل تاني؟ البيت اللي مفيش حد بيعمل في حاجة ده، حتى حتة لمبة مش عارفين يعملوها، مستنيين لما اجي اصلحها. انا المفروض اكون كل مهمتي في الحال نخفف عنهم من الاكتئاب، مش اني اقوم بشغل البيت. ما نورتش ليه دي كمان؟ يمكن تكون محتاجة سنة يمين شوية بس كده. تمام نورت. محتاج اطلب زيادة حسيتها في التونة بعد كده. تثبت انا مش هتروح في حتة بدل ما اعوض خسارتي. حسام بيبي بيقول عليك الجوان اللي جبتها طول حياتك بالحظ. ايه يا ابنيل انت قلت كده؟ انا قلت ايه؟ اني بجيب جوان بالحظ. انا اوريك بجيب جوان بالحظ ازاي. ايه ده حبيبي ده انت بتنضفي؟ طب لو مش هتقل عليكي تعملي بقى مساج على السريع كده. ايوه لا ركز على ظهري. وانت اللي فهماني في البيت ده. ايوه خد شربك كده، خد ودني وانزلي بيها، انا كل تحت امرك. ممكن